السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، وأحث نفسي وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته، وأستفتح بالذي هو خير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأسأل الله عز وجل أن يحسن ختامي وختامكم وختام جميع المسلمين. أما بعد، عباد الله، تقدموا إلى الأمام قليلا بارك الله فيكم. تقدموا بارك الله فيكم. اسمحوا لي أيها الإخوة أن ننتقل بكم إلى زمان غير زماننا، وإلى مكان غير مكاننا. أما المكان فهو المدينة المنورة، وأما الزمان ففي 12 من ربيع الأول، في أسوأ يوم مر على الأمة المحمدية، اليوم الذي أظلمت فيه الدنيا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. ف12 من ربيع الأول هو اليوم الذي أظلمت فيه الدنيا بموت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء الرافضة وجعلونا نتخذ من هذا اليوم عيدا، من اليوم الذي أظلمت فيه الدنيا قلبوه لنا يوم عيد. يا عباد الله، نحن الآن أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونبينا عليه وآله الصلاة والسلام يعالج سكرات الموت الذي لن يترك غنيا ولا فقيرا إلا وسيطرق بابه، الموت الذي لن يترك حاكما ولا محكوما إلا وسيأتيه، لن يمنعه حاجب ولا بواب، بل سيدخل علينا جميعا دون استئذان. يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. ويقول تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ويقول تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة
فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، الموت. يقول عبد الله بن عمر: سأل رجل من الأنصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. لما تحمل الجنازة يا عباد الله تنادي على الناس إن كانت صالحة: قدموني قدموني. لذلك فإن من السنة الإسراع في الجنازة، وسنمر إن شاء الله عز وجل على أحكام الجنائز وبدعها، حتى يكون المرء على بينة من دينه، حتى إذا مات الإنسان يوصي أبناءه ألا يخرج إلا على السنة، ولا تترك تلك البدع التي تفعل اليوم في جنائزنا. إذا حملت الجنازة وكانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، إلى أين تذهبون بها؟ إلى أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. يحمل الميت على نعشه، ولسان حاله يقول لأهله ولذويه: يا أهلي، يا أولادي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، فإني جمعت المال من حله وحرامه وقد خلفته لكم، فالمال لكم والتبعة علي. يا أهلي ويا أولادي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، فإني ضيعت دنياي فيما لا ينفع، ضيعتها في لهو زالت ملذته مع زواله، ضيعت دنياي في بدع وضلالات إن كنت من أهل الالتزام ولم أكن على السنة، فلا تلعبن بكم الدنيا يا أهلي ويا أبنائي. فتيقظ أخي الحبيب، تيقظ وانتبه لنفسك قبل أن يأتيك الموت، وقبل أن يناديك المنادي، وقبل أن يناديك المنادي وأنت في غفلة، وأنت في غفلة، فما لك ليس يعمل فيك وعظ ولا زجر كأنك من جماد، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي. فلا تأمن لذي الدنيا صلاحا، فإن صلاحها عين الفساد، ولا تفرح بمال تقتنيه، فإنك فيه معكوس المراد. وتب مما جنيت وأنت حي، وكن منتبها قبل الرقاد، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي. انظر أخي الحبيب إلى الميت وهو محمول على الأكتاف، وتفكر بحاله، أين بدنه القوي؟ ما أضعفه، لا يستطيع أن يحرك ساكنا، يحركه المغسل يمينا وشمالا، يكشف عورته، لا يستطيع أن يرد عن نفسه شيئا. أين لسانه الفصيح؟ ما أسكته؟ أين ماله؟ ما أفقره؟ أين الحرس والمرافقون؟ أين وأين وأين؟ لقد رأينا من تجرد من حرسه في الدنيا بالأمس، رأينا المجرمين الأربعة الذين فتكوا بشعبنا، وآخرهم أحمد حسون الذي كان مفتيا في بلدنا، رأيناه ذليلا مهانا، ليس معه حرس ولا بواب،
رأيناهم أذلة صاغرين يحاسبون في الدنيا قبل الآخرة، تعرض عليهم أعمالهم ولا يستطيعون أن ينكروها يا عباد الله، لا يستطيعون أن ينكروها يا عباد الله. إذا كان هذا في الدنيا فبالله عليكم كيف بالآخرة؟ كيف بالآخرة؟ كيف بالله الذي لا تخفى عنه خافية؟ ربما يخفي هؤلاء بعض الأمور، ربما يحاسبون على ما رأيناه في مقاطع الفيديو وما خطته أيديهم، لكن الله عز وجل لا تخفى عنه خافية يا عباد الله. فاستعدوا بالله عليكم لذاك الموقف الذي سنقف به بين يدي الله تعالى، ليس بيننا وبينه ترجمان، وسيسألنا عن أعمالنا جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، يبقى عمله. فركز على ما يبقى يا عبد الله، ركز على ما يبقى يا عبد الله. يقول الإمام المزني رحمه الله: دخلت على الإمام الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقلت: يا أبا عبد الله كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا. من هذا الذي يقول هذا الكلام؟ إنه إمام الدنيا، إنه إمام الدنيا، الإمام الشافعي رحمه الله، الذي أفنى حياته بالعلم وبالمدارسة وبالاجتهاد وبتقوى الله. ماذا يقول؟ أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردا، وما أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. ثم بكى رحمه الله، ثم بكى رحمه الله. عباد الله، ما زلنا على باب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وسأترككم لجلسة الاستراحة حتى نكمل المشوار بعد ذلك إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ومن استنى بسنتهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، لما رأت فاطمة رضي الله عنها ما حل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم وفاته، ورأت ما يتغشاه من الألم، وأنه عليه وآله الصلاة والسلام يوعك كما يوعك رجلين منا، قالت: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة. فالدنيا هي دار المرض والتعب ودار الكروب، فيها عانى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عاناه ليوصل لنا هذا الدين العظيم، ليوصل لنا التوحيد كما يحبه الله ويرضى، حتى ندخل جنات النعيم.
لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. وطفق الوجع يشتد ويزيد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر، حتى قال: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. وبدأت ساعة الاحتضار، وجاءت سكرة الموت بالحق، فأسندت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدرها، وكانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، أي على صدري، وأن الله عز وجل جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك، والسيدة عائشة مسندة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى السواك، وما استطاع صلى الله عليه وآله وسلم أن يتكلم من شدة الألم، فنظر إلى السواك وعرفت أنه يحب السواك، فقالت له: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، كان قاسيا، فقالت له: ألينه لك يا رسول الله، فأشار برأسه أن نعم. ما استطاع أن يتكلم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من شدة ألمه عليه وآله الصلاة والسلام، أشار برأسه أن نعم، فلينته له رضوان الله عليها، فاستاك به صلى الله عليه وآله وسلم. وبين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركوة من ماء، فجعل صلى الله عليه وآله وسلم يدخل يديه في الماء ويمسح بها وجهه عليه وآله الصلاة والسلام، ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا يا عباد الله، فماذا نحن فاعلون يا عباد الله؟ بالله عليكم، ماذا أعددنا لتلك الساعة؟ وماذا قدمنا لتلك الساعة؟ وهل نفكر بالله عليكم بهذه الساعة التي ستأتينا لا محالة؟ كلنا على يقين بأن الموت آت، لكن هل استعددنا للموت يا عباد الله؟ هل أعدينا له العدة من عمل وصدق وإخلاص وإصلاح ذات بين؟ هل عملنا بما يرضي الله عز وجل، أم أننا تقدمنا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى مالت يده صلى الله عليه وآله وسلم وفاضت روحه الشريفة إلى باريها. مات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهل التزمنا بوصاياه عليه وآله الصلاة والسلام؟ مات نبينا عليه وآله الصلاة والسلام وهو يقول وهو يغرغر: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هل حافظنا على الصلاة يا عباد الله؟ هل التزمنا بالصلاة يا عباد الله؟ هل مساجدنا تعمر عندما ينادي المنادي حي على الصلاة، أم أننا ضيعنا وفرطنا؟
هل اتقينا الله في أزواجنا يا عباد الله؟ فالزوجة هي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في كل يوم تأتيني فتاوى طلاق وخلع وضرب من الزوج لزوجته وسب وشتم. أهكذا نعامل وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيليق بنا يا عباد الله أن إذا دخل علينا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن ورأى حالنا أن نستطيع أن نقابله عليه وآله الصلاة والسلام؟ أحالنا يليق بالعرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم؟ أسأل الله أن يهدينا لما فيه رضاه، وأسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. عباد الله، يقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أخبرنا ربنا عز وجل بأنه أنزل لنا من السماء ماء وأسكن هذا الماء في الأرض، ثم أخبرنا ربنا عز وجل: إياكم أن تظنوا أن هذا الماء صار في حوزتكم، بل إنا على ذهاب به لقادرون. ونحن اليوم قد ذهب ماؤنا يا عباد الله، وجفت آبارنا. كنت أقول لكم المياه جفت أو كادت، الآن أقول لكم جفت مياهنا يا عباد الله. فماذا نحن فاعلون؟ وهل نحن إلى الله راغبون؟ هل نحن إلى الله عائدون؟ الله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو أننا عدنا إلى الله تعالى لأكرمنا الله عز وجل ببركات من السماء والأرض. الله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وها نحن الآن نذوق العذاب الأدنى، جفت مياهنا ونحن في خطر يا عباد الله. هل فكرنا بالرجوع إلى الله تعالى؟ كلنا هم بتقديم طلبات إلى البلدية وإلى المحافظة وأخذ بالأسباب التي لا تجدي. نعم، أقول لكم بالأسباب التي لا تجدي، لأن الأمر بيد الله تعالى. لماذا لم نفكر بالرجوع إلى الله تعالى؟ نساؤنا اليوم يا عباد الله تخرج كاسيات عاريات مائلات مميلات. هذه ابنتي وابنتك وأختي وأختك وزوجتي وزوجتك. متى سنعيد النساء إلى البيوت؟ متى سنعيد النساء إلى الجلباب الذي أمر به الله عز وجل؟ متى سنعيد النساء إلى الحجاب والحشمة التي أمر بها مولانا؟ متى ستعود لنا رجولتنا التي فقدناها؟ كان الرجل ولو لم يكن مسلما كان يغار على زوجته، فلماذا تحول حالنا يا عباد الله؟ هذا الكلام يجب أن يطبق واقعا عمليا يا عباد الله. يجب علينا أن نعود إلى الله تعالى من الآن. الموت في الطريق إلينا ونحن في حالة جفاف وعقوبات من الله عز وجل، ونحن في ضعف شديد. عدونا يتربص بنا ولا حول لنا ولا قوة. دعونا نتكلم بصراحة، لا حول لنا ولا قوة. عاقبنا ربنا عز وجل، ألا يكفينا يا عباد الله؟ ألا يكفينا هذا الذل الذي أصابنا؟ ماذا تريدون بعد يا عباد الله؟ ماذا تريدون بعد؟ هذه إسرائيل تضربنا ليل نهار، لا نستطيع أن نرد عن أنفسنا شيئا. بكل واقعية أيها الإخوة، هذه أمريكا لو أرادت أن تضربنا الآن لا نستطيع أن نفعل شيئا. لكننا لو كنا مع الله، والله الذي لا إله غيره، لن ينالوا منا أبدا، لأننا مع الله تعالى. لكن والحال كما نحن عليه
فإنا لله وإنا إليه راجعون. قلتها بالأمس، ذهبت إلى جبل الشيخ، ومن يعرف جبل الشيخ يعرف جبل الشيخ، الجبل الذي ما جف شتاء ولا صيفا منذ عهدناه لم يجف لا صيفا ولا شتاء. ذهبت بالأمس فإذا بالجبل قد جف تماما، وجفت الينابيع والأنهر، والأنكى من ذلك الناس ترقص وتغني على ضفاف الأنهار الجافة. ألهذا الحد وصلنا؟ ألهذا الحد وصلت بنا قسوة القلوب؟ الرومان كانوا يضعون نصبا للآلهة على ضفاف الأنهار حتى يبدأ عنهم الآلهة. الرومان الكفرة. ونحن المسلمون جعلنا الحانات والخمر والرقص على ضفاف الأنهار. تجرأنا على الله عز وجل. إن نزلت الآن إلى الربوة وتجولت في طريقها لوجدت الحانات على اليمين والشمال، وإن تفقدت أصحاب تلك الحانات لوجدته محمد وأحمد ومحمود وزيد وعبد الله، مسلمون لكنهم تجرأوا على الله تعالى، تجبروا على الله تعالى، فجفت الأنهار وجفت الينابيع. ماذا ننتظر بعد ذلك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. سلط الله عليكم ذلا كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وإن سألتني ما هو الدين الذي سنرجع إليه فالأمة قد افترقت. هذا صوفي، وهذا أشعري، وهذا ماتريدي، وهذا معتزلي، وهذا وذاك، وهذا قادري، وهذا نقشبندي. إذا قررت الحكومات الآن أن ترجع إلى الدين، فإلى أي دين سنرجع يا عباد الله؟ إلى أي دين؟ هذه معضلة أخرى. لا بد أن نرجع إلى الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. هذا إن أردنا الخلاص وإن أردنا النجاة. أما إن أردنا أن نبقى بهذا الذل فأقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ردنا وارض عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم هون علينا سكرات الموت، اجعل آخر أيامنا أحبها إلينا وأفضل أيامنا يوم لقياك يا الله. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عن أهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. إلهنا ليس لنا سواك. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ردنا إلى دينك ردا جميلا من غير عصا تأديب يا رب العالمين. آمين آمين يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.